الزيتون المخلل الموسم بتاعه، يلا بسرعة نعمله مع بعض ونقول هنعمل ازاي اسرع زيتون في التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض الزيتون المخلل الاخضر في البيت. طبعا الموسم بتاع الزيتون بدأ وحلو قوي في السوق وسعره حلو جدا، من 15 ل 20 جنيه. يعني انا جايبة التفاحي النهاردة ب20 جنيه، حلو جدا زي ما انتم شايفين اهو. هنبتدي نعمله مع بعض. طبعا جبنا الزيتون وغسلناه، وانا بشققه كده 3-4 شقوق كده حوالين داير ما يدور يعني الزيتونة. شقيته كله بالمنظر ده، وبعدين بجيب المكونات بتاعته. طبعا بحط له جزر وفلفل، انا حاطه له فلفل احمر وفلفل اخضر حامي، وطبعا جزر وليمون. انا هضرب كل ده مع بعضه في الخلاط. طبعا هحط له شويه ميه، انا جايبه جنبي كوبايه ميه اهي. هحط له شويه ميه واضربه كله في الخلاط والليمون. انا جايبه النهارده الزيتون دول حوالي 2 كيلو، فانا حطيت لهم نص كيلو ليمون وحوالي تلت كيلو جزر وزيهم فلفل، حوالي تلت كيلو فلفل. هضربهم مع بعض، بس ايه كده اسرع واسهل ما اقعد ابشر الجزر لوحده واعصر شويه من الليمون وبعدين ابشر اخد القشر بتاعه واحطه مع الزيتون. طب ما هي كده اسهل. انا هضربه كله في الخلاط مع بعضه واحط عليه شويه ميه كده بالمنظر ده عشان يسهل عليا الضرب. كده خلصنا، ضربنا الخليط كله. شايفين شكله عامل ازاي؟ كده اسرع واسهل بكتير من الاول. كنا بنقعد نبشر الجزر لوحده ونعصر الليمون وبعد كده ناخد القشر معاه. طب ما كده اسهل. شايفين؟ انا دلوقتي بحط الخلطة اللي انا عملتها دي على الزيتون. طبعا الكمية مناسبة جدا اهي، مناسبة جدا لكمية الزيتون. دلوقتي انا هقلبهم على بعض. انا كده قلبت الزيتون مع الخلطة اللي هحطها عليه اللي هي الليمون والجزر والفلفل. شايفين شكله عامل ازاي من قبل ما نحطه في البرطمان؟ طبعا اسهل كتير من ما كنا بنعمل الاول. دلوقتي هحط عليه كرفس. طبعا لو ما لقيناش كرفس ممكن الكزبرة الخضراء بتدي نفس النتيجة وبتبقى حلوة قوي، لان مش دايما بنلاقي الكرفس. هقلبهم برضو على بعض، ودلوقتي هبتدي اعبيه على طول في البرطمان بتاعي اهو. هحط له الاول الملح. الكيلو زيتون بياخد كوباية الا ربع بالمج بتاع الشاي ده ملح، فالدولة 2 كيلو يعني هحط كوباية الا ربع، وكوباية الا ربع يبقى كوباية ونص. ادي كوباية هحطها في البرطمان على طول. وادي نص كوباية احطها كده في البرطمان من تحت، وهبتدي اعبي الزيتون بتاعي بالخلطة بتاعته بكل سهولة. طبعا الشكل بيتكلم لوحده عن نفسه، والريحة كمان. يعني كان نفسي قوي تبقوا شامين الريحة اللي انا شاماها هنا، حاجة هايلة بصراحة. واسهل كتير من الطريقة التقليدية اللي كنا بنعملها، ان احنا نجهز كل حاجة لوحدها وبعدين نروح خلطينهم على بعض. طب ما احنا كده كده هنخلطهم على بعض. واللي كان بيتعب قوي كمان الليمون، كنا بنقعد نعصره الاول وبعدين نروح واخدين القشر بتاعه. طب ما هي ما نضربه على طول في الخلاط بشويه ميه. خلاص بقى عندي الليمون، انا كده كده هحط عليه ميه صح.
انا ليه بعذب نفسي؟ فكده اسهل كتير من الاول، وهتوفري على نفسك وقت ومجهود. طبعا البرطمان ده شكله كده مش هياخد ال2 كيلو كلهم، فطبعا ايه لازم ابقى مجهزه برطمان تاني احتياطي علشان احط فيه اللي هيتبقى مني. الخلطه اللي متبقيه عندي هنا في الصينيه دي هاخد منها طبعا واحط على الزيتون بالشكل ده. انا لسه طبعا هحط له الميه بتاعته. دلوقتي كمان هقول لكم على سر خطير بيخلي الزيتون حلو جدا. انا هحط على الزيتون نص كوبايه خل. طبعا في ناس بتقول ايه لازمه الخل؟ طب ما هو كله ليمون. طبعا هو كله ليمون وكل حاجه، بس الخل بيسرع من عمليه التخليل، وكمان بيخليه طري وما يبقاش ناشف. سر كمان هقول لكم عليه دلوقتي. هحط معلقه سكر اهي، معلقه من السكر على الزيتون بتاعي على الوش كده، علشان برضو تسرع عمليه التخليل. دلوقتي هجيب الميه اللي هحطها على الزيتون. في ناس بتغلي الميه وتسيبها لما تبرد وبعدين تروح حطاها على الزيتون. طبعا دي طريقه صحيحه جدا وسليمه، وانا كنت مجهزه الميه. دلوقتي هجيبها واحطها عليه كده. احنا حطينا الميه بتاعه الزيتون عليه، غطيناها بالشكل ده. ارفعي كده فوق اهو، الميه غطت الزيتون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اخر خطوه بقى هحط على الوش قد معلقه كبيره من الزيت، ويا سلام لو عندك زيت زيتون يبقى افضل بكتير. ده علشان يحافظ لي على الزيتون ما يعملش ريم ابيض على الوش، هيخليه طري وهيخليه زي ماده عازله بيعملها عليه علشان ما يعملش ريم ابيض وتبقي شاكه ان هو هيبوظ او حاجه. دلوقتي انا هغطيه، ولازم الغطا بتاع البرطمان يكون محكم. هقفله كويس جدا وهعمل كده، هقلبه وارجعه تاني، هقلبه وارجعه تاني لحد لما ادوب الملح اللي قاعد في القعر ده. او ممكن كنت احط الاول المقدار بتاع الميه على الملح وادوبهم، وبعدين اروح حاطاه عليه بعد ما ادوب في الميه. الطريقتين صح، والطريقتين هيدوكي نفس النتيجه سواء عملتي كده او عملتي كده. ده كان الزيتون بتاعنا اللي عملناه مع بعض النهارده، اسرع زيتون مخلل، وهيطلع معاكي في حوالي من 10 ل 12 يوم، هيبقى كهرمان ومستوي وطعمه جميل جدا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير، باي باي.